ده. طيب تخيلوا كده لو احنا ما عندناش ابتلاءات في حياتنا، والحياه بيس وعايشين، والحياه الدنيا جميله وولادنا جمال وبنرزق بشكل جيد جدا الحمد لله، والرزق يعني مغطينا وما عندناش مشاكل وعندنا تفتكروا هنروح لربنا امتى؟ يعني امتى هنبدا ندق بابه ونقف عند بابه؟ يبقى اذا الابتلاء ده هو لمصلحتي. وطيب تعالوا بقى نشوف يعني ان احنا ليه ابتلاءاتنا بتختلف، وليه اللي ايمانه عالي قوي بيبقى ابتلاءه قوي. طيب انا هجيبها لك ببساطه. هاتلي انت طفل في ثالثه اعدادي، اديله دخله امتحان 6 ابتدائي، هينجح طبعا. هدي لما احط الواحد امتحان لازم يكون هو على قد مستواه. يعني مثلا هل في حد مصلي وشيخ وورع وورع وراجل محترم ويجي مثلا الشيطان يقول له ما تصليش؟ لا، هو هيشتغلوا على العقيده، هيخش له على قلبه يعني مش هيشتغل له في الحاجه اللي هو هيبقى عارف ان هو ميؤوس منها. مش هيشتغل على الحاجات السهله. فليه انت بتبتلى على قدر ايمانك؟ علشان الامتحان يبقى صعب، وعشان لما تنتقل للمرحله الايمانيه اللي ابعد من كده هتبقى انت برضو ايمانك اقوى. فانت الامتحان اللي هيجيلك لازم يكون صعب، لان لو جالك امتحان سنه 6 وانت في ثالثه اعدادي انت طبعا هتنجح. فانت مش هيبقى في امتحان هنا، مفيش امتحان. طب ايه ده؟ يعني انا كل ما ايماني زاد امتحاني زاد؟ ده شيء يعني. طب انا خلاص خليني بقى، وانا يعني خلينا كده على قد شويه الصلاه. اوكي فاين، بس انت النهارده بتحرم من اجر الصبر على الابتلاء، اللي هو يعني انما يوفى الصابرون اجورهم بغير حساب. يا رب اكون قلت التشكيل صح. ف من غير حساب يعني ايه من غير حساب؟ يعني انا هقف كده يوم ما الناس كلها يلا واقفين يوم القيامه وقاعدين عمالين عرقهم مرقهم والشمس وبتاع، انت باشا بقى دخلت كده ما شاء الله على الجنه على طول. ما اتحسبتش، ما عدتش على، ما شفتش المعاناه اللي الناس هتعيشها دي من غير حساب. يا رب اللهم اجعلنا يعني ان شاء الله من الناس اللي يعني مش هيتحاسبوا، وان هم ان شاء الله يخشوا الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب يا رب. طيب رغم ان انا محضره بس برضو ما بستخدمش الكراسه. طيب يبقى احنا اتفقنا ان في سوره الملك ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان يبتلينا، عشان يمتحننا، علشان ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. واتفقنا ان الابتلاء هو تربيه الهيه، مش كره. مش كره يعني هو ربنا مش بيكرهك، بالعكس. انت فهمت ليه ربنا بيحبك؟ علشان هو يعلم جيدا ان انت اول اما تعرض لنوع من انواع الابتلاء هتجري عليه. ده طبيعتك انت كبني ادم، يعني ده طبيعي باي ديفولت. احنا مش يعني يا جماعه حب الاله ده حب فطري. حب فطري يعني انت من نفسك زي ما بتحب امك وابوك انت هتحب اله. حتى يعني هم ليه الناس الكفره دي برضو عندهم اله؟ ما يقدرش يعيش من غير اله. انا ما اقدرش اعيش من غير اله، انا فطرتي ان انا اعبد. ف يعني ازاي هعيش من غير ما اكون بعبد؟ فحب الاله ده حب فطري. مش عارفه انا كنت بقول كده ليه، بس خلينا نرجع تاني.